السلام عليكم ورحمة الله. درس اليوم العلوم للصف السادس الابتدائي. اليوم عندي الدرس الأول التكاثر بالأقلام والتطعيم. طبعا هذا من الفصل الثاني التكاثر الاصطناعي في النباتات. حناخذ الدرس الأول التكاثر بالأقلام والتطعيم. ناخذ التكاثر بالتطعيم. الفكرة الرئيسة: تتكاثر بعض النباتات بطرائق اصطناعية، ومن هذه الطرائق التكاثر بالتطعيم والأقلام. حناخذ التطعيم والطعم والقلب والتركيب. التطعيم: يمثل التطعيم أحد طرائق التكاثر الاصطناعي للنباتات. تعريفه: هو عملية نقل جزء نبات حي من النبات المراد تكثيره الذي يحتوي على برعم واحد أو أكثر إلى نبات آخر، بحيث يتم ربطها بشكل محكم لضمان التحامها مع يسمى بالجزء المنقول من النبات بالطعم، والنبات الذي يركب عليه الطعم بالأصل. هذين فراغات. المهم هذا حفظ يعني خاليا من الأمراض. مثل عندنا نبات البرتقال يحتوي على براعم وصفات هذا النارنج. تنمو براعم البرتقال وتزهر وتثمر على شجرة الليمون. زين، ناخذ فكر وأجيب. ما خطوات تستخدم هذه الطريقة في حالة تطعيم وأشجار الفاكهة الذي يصعب الحصول على برعم واحد. ناخذ خطوات تكثير النباتات بالتركيب. أفكر وأجيب. ويعمل شق في نبات الأصل، ثم يوضع هذا الشق يربط في هذا ذات صفات مرغوبة. نجي على ماذا يكون التطعيم نوعان: تطعيم بالبراعم والتطعيم بالتركيب. تطعيم بالبراعم يقصد به أخذ برعم فقط من نبات ذوات مواصفات مرغوبة يراد إكثارها ويوضع في النبات الأصل. هذا الشكل على شكل حرف تي، يعني نقول حفظ هذول حفظه. التطعيم بالتركيب: هذا النوع من التطعيم يأخذ فرع من الساق وتبرع طرفيه كالقلم، أما الأصل فيقطع أفقيا بالقرب من سطح التربة ويعمل به شق عمودي يتم وضع الطعام باحتراس في هذا الشق. يربط في هذا التطعيم يعني تستخدم هذه الطريقة في حالة تطعيم وأشجار الفاكهة الذي يصعب الحصول على برعم واحد. ناخذ خطوات تكثير النباتات بالتركيب. أفكر وأجيب. نقول يؤخذ فرع من الساق. يؤخذ تكثير النباتات تقطع القاعدة. الفكرة الرئيسة: ما المقصود بالتطعيم وكيف يتم؟ المقصود بالتطعيم هاي اللي قلنا تعريف التطعيم. المفردات. ثانيا: ماذا يسمى النبات الذي يوضع عليه الطعم؟ يسمى بالأصل. 3: ما نوع القلم الذي يؤخذ من ساق النبات؟ بالقلم الساقي. القلم